تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، قام اليوم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بتكريم مجموعة من خير شباب مصر الأوفياء الذين أتموا دورة تدريب فن الدهان بالتعاون مع جمعية ليد وشركة سكيب للدهانات. السيد المهندس بدر الصدناوي العضو المنتدب لشركة سكيب، السادة ممثلي مؤسسة القيادات المصرية للتنمية والعاملين بشركة سكيب، والسادة زملاء بوزارة الشباب والرياضة، السادة ممثلي الجهات الإعلامية، الشباب المتدرب في دورة أو بمشروع التدريب فني الدهانات لعام 2014. أرحب بحضراتكم جميعا في هذا اللقاء. سمعت من المهندس بدر الصدناوي ان احنا اتكلمنا على 240، لكن ان شاء الله السنه الجايه هنتكلم على 500 او 450، والكلام على اننا نوصل للمحافظات. انا شايف ان المهنه ديت مهنه مهمه جدا، تحتاج الى تدريب عالي وحس عالي وذوق فني كبير. فانا شايف ان ومن المهن اللي ممكن تحقق ارباح لصاحبها. انا مبسوط جدا ان معظم الولادنا اللي بيتكلموا دول معاهم مؤهلات عليا ومؤهلات متوسطه. ننسق ما بين المتدربين وبين بعض المقاولين المتعاونين مع الشركه ان احنا نرشح لهم الناس دي، وعليه ان هو يثبت كفاءته، لان بالنسبه له السوق محتاج المهني الجيد واللي عايز يشتغل. فلو هو ثبت كفاءته مع المقاول ده هيضمن وظيفه عنده بشكل مستمر يعني.